في يوم من الايام كان في نجم عالمي اسمه روبن وايلمز، واحد من اكثر الكوميديانات المحبوبين في العالم. وشه معروف في كل بيت، الشهرة موجودة، الفلوس اكتر من كفاية، الجوائز اوسكار وغيره. بس في يوم من الايام الناس صحيت على خبر صادم: روبن انتحر. الناس كلها اتسألت: ازاي؟ ده اللي كان بيضحكنا كلنا، ده اللي عنده كل حاجة، ازاي هو ينتحر؟ لكن الحقيقة روبن كان بيعاني من اكتئاب شديد ومرض نادر في الدماغ اسمه لوبي بودي ديمنشيا، مسبب له هلوسات واضطرابات. بس الأهم من كده إنه كان بيعاني من وحدة قاتلة رغم كل الحاجات اللي حواليه ورغم كل الرفاهية اللي هو فيها. الحكاية دي مش بس مأساوية، دي مراية لينا، لأنها بتقول لنا إن مش شرط كل إنسان بيضحك هو مبسوط، ولا كل إنسان عنده كل حاجة هو مرتاح. لأن السعادة مش من برانا، السعادة دي من جوانا.